موسم الحج. أغنية يا رايحين للنبي الغالي للفنانة القديرة الراحلة ليلى مراد. ايه حكاية الأغنية دي وايه قصتها؟ ساعة ما الفنانة ليلى مراد غنت الأغنية دي كانت في أكبر محنة في حياتها، إنها ساعتها اتعرضت لحملة تشكيك كبيرة جدا في عروبتها وإسلامها، وخرجت عليها شائعات كتير قوي. ومن ضمن الشائعات دي إن هم قالوا إن هي اتبرعت لدولة إسرائيل بمبلغ 50,000 جنيه، وكمان إن هي ما زالت على يهوديتها، وإن إشهار إسلامها في الأزهر عام 1946 عبارة عن تمثيلية، وكان لازم عليها إن هي تثبت للجميع إن هي اعتنقت الدين الإسلامي وكمان جنسيتها عربية. ساعتها ليلى مراد راحت لمجلس قيادة الثورة وقابلت اللواء محمد نجيب وسلمته شيك بمبلغ 1000 جنيه، وده كان تبرعا منها للجيش المصري عشان تثبت عروبتها. وبعد كده حبت إن هي تثبت إسلامها بإن هي تحج لبيت الله الحرام. وفي الوقت ده كانت بتصور فيلم ليلى بنت الأكابر، وراحت استوديو مصر وطلبت من استوديو مصر اجازه عشان تروح تزور الاراضي المقدسه، وفوجئت ساعتها بالرفض القاطع لان ساعتها وقف التصوير كان بيكلف العمل خسائر فادحه، ولان ساعتها كان قلبها متعلق ببيت الله الحرام فطلبت من الشاعر ابو السعود الابياري ان هو يضيف اغنيه للفيلم عن الحج، فكتب أغنية يا رايحين للنبي الغالي. وعشان هي كانت مستعجلة خدت الأغنية بنفسها وراحت ادتها للملحن رياض السنباطي عشان يلحنها بسرعة عشان تلحق تضيفها للفيلم. وقد كان واتلحنت الأغنية وأصبحت أغنية يا رايحين للنبي الغالي من أشهر وأجمل الأغاني اللي اتعملت لموسم الحج. كل سنة وانتم طيبين.